عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. طبعا حلقه النهارده من الحلقات الجامده قوي، لان انت لو حابب تشتغل في مجال التصوير المنتجات، او انت مكان بتصنع حاجه وحابب تصورها بطريقه احترافيه وكل اللي معاك تليفونك، حابب اقولك انك هتطلع صور جامده قوي وشويه افكار رايقين، وممكن نصرف برضه شويه ونعمل حاجات جامده قوي، وممكن باللي معانا نطلع حاجه رايقه. اعمل لنا لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. تعال نخش على الخمس حاجات النهارده اللي هيفرقوا معاك قوي في تصوير المنتجات. رقم واحد، تليفونك. قبل ما تبدأ أي تصوير أو تصور أي حاجة لازم تمسك منديل أو حاجة وتمسح بيها عدسات التليفون بتاعك، عشان بتفرق كتير أوي في التصوير. جرب تصور صورة قبل ما تمسح العدسة، وبعد كده امسح العدسة وصور صورة تانية، هتلاقي فرق جامد أوي. تاني حاجة في التليفون برضو إنك لازم تصور بجميع العدسات. تصور بورتريه، صور بالعدسة الأساسية، صور بجميع الزوايات بتليفون، صور من تحت، صور من فوق، صور من الجنب، لحد ما تاخد الصورة المناسبة بتاعتك. لازم يكون بالك طويل عشان تقدر تطلع صور حلوة قوي، وصدقني لما تطلع صورة حلوة بعد وقت كبير هتكون فرحان قوي. زي مثلا الصورة اللي انا عاملها كده، تعبت فيها قوي بس مبسوط باللي انا طلعته، وهتبسط اكتر لما تعمل لايك عشان يوتيوب رشحني لاكتر عدد من الناس. رقم اتنين، وهي برضو اهم حاجة برضو معاك، انك لازم تغذي بصرك. لازم تتفرج على حاجات كتير قوي، يعني لازم تتفرج على صور لمنتجات شبه المنتجات اللي انت هتصورها، ولازم تتفرج على افكار كتيرة قوي عشان تغذي بصرك، لان البصر هو لازم يتغذى من الحاجة اللي هيعملها. يعني انا لما بيبقى في فكرة عايز اعملها، اخش اتفرج على افكار شبهها كتير قوي وافكار زيها كتير قوي، عشان اقدر اوصل للطريقة الصح. يعني انا بيبقى عندي 50%، لما اتفرج بيبقى عندي 100%. دي تاني حاجة، ودي حاجة مهمة قوي 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 هتفرق معاك في التصوير. انت تالت حاجة، دي حاجة مهمة قوي، هي الاضاءة. انت الاضاءة اللي هتستخدمها ايه؟ في اضاءة طبيعية اللي هي اضاءة الشمس، وفي اضاءة اللي هي الاضاءة المصنوعة زي السوفت بوكس، رينج لايت، والاضاءة بقى دي كلها. انا النهارده في الفيديو جمعت لك الاتنين مع بعض، يعني انت لو في شمس طبيعيه تقدر تستغلها ازاي، ولو عندك اضاءه مصنوعه زي السوفت بوكس او الرينج لايت تقدر تطلع بيها صور برضو جامده في اي وقت. الفرق بين ده وده ان الشمس بتبقى موجوده وقت معين هتصور فيه، لكن السوفت بوكس او الرينج لايت موجودين معاك على طول، تقدر تصور بيهم في اي وقت. طبعا ممكن برضو ناخد صور جامده قوي بالاضاءه الملونه، زي الاضاءه اللي موجوده تحت هنا او الاضاءه اللي موجوده ورايا هنا. لمبتين موجودين بسعر رخيص، مش غاليين خالص، بس بتطلع بيهم بصور جامده زي اللي انت شايفها كده دلوقتي. رابع حاجة، حاجة مهمة جدا معاك في الصور، هي الخلفية بتاعتك اللي هتصور عليها او الباك جراوند. هي ايه؟ انت هتصور على ايه؟ معايا النهاردة انا بصور بورق اسمه ورق كانسون، موجود اهوت، جايب منه 4 الوان، الابيض والاسود والاصفر. الفرخ بيكون طويل وخامته كويسة قوي وبيستحمل تصوير كتير. انت لو هتستثمر شوية ممكن تستثمر في الورق ده وتجيب لك 3-4 تفرخ وتبدأ تصور بيهم زي ما انت ما شايف كده. جرب مرة تدمج 2 مع بعض، تلاقي صور معاك مختلفة وصور حلوة قوي. يعني خد صورة مرة للمنتج على فرخ ابيض، وبعد كده خلي الخلفية سوداء، شوف الفرق بينهم. وحاول برضو في وقت تروح دامج الاصفر مع الابيض، وهتلاقي فرق جامد قوي زي الصور اللي انت شايفها كده. خامس حاجة بقى، حاجة مهمة قوي، هو المنتج بتاعي اللي انا هصوره. المنتج ده ممكن امسكه ايدي كده، بصمات ايدي باينة، فانت حاول تجيب منديل زي ده تمسح المنتج بتاعك مسحة حلوة ونظيفة، هتلاقي المنتج معاك 100-100. وحاول برضو تحط المنتج جنب حاجة زي ما انت ما شايف كده. انا بدأت اجيب مسكة الورد الصغيرة واحط المنتج جنب منها. وبرضو في صور الشمس، افتح الشباك وافتح الستارة اللي هي الخفيفة، هيبان بقى الرسمات اللي على الستارة وكده، وتبدأ تاخد صورة حلوة زي الصورة اللي انت شايفها كده. تعال نتفرج على الصور اللي طلعتها بعد سات التليفون، ومتنساش تقولي رأيك في الكومنت على الصور. طبعا تصوير المنتجات من امتع الحاجات اللي ممكن تصورها، لان انت بتبقى موجود جوه اوضتك ومعاك الاضاءه المصنوعه والاضاءه الطبيعيه، وتبدا تفكر وتشوف افكار شبه الافكار اللي انت عاوز تعملها. اما كمان تطلع بصور حلوه زي الصور اللي انا طلعت بيها، بتكون فرحان قوي. بس كده يا برنس، واتمنى ان انت وصلت لحد اخر الفيديو واستفدت بالخمس معلومات اللي انا قايل لك عليهم النهارده. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل شير عشان الحلقه توصل لكل الناس. مستنيين في حلقات جديده. سلام يا برنس.